انا بتكلم. انا كابتن ان انت مثلا لا انا ما بزعلش منك عشان. لا والله انت عارف يا احمد، انا بحب لعبك جدا وبتمنى لك التوفيق في اي نادي، ولكن في النهايه انا قدامي ورق احمد جالي مكتوب في الشروط الخاصه، مكتوب احمد يحق له انه ينتقل بعد الموسم الاول، انه يدفع مليون ومليون ونص بعد الموسم الاول 2011 2012، وانت ماضي تحتها يا احمد في الشروط الخاصه. نمرة 2 جالي من بنك GBC او حاجه كده، بنك حساب كامل ابو علي، تحويل يوم 16/1 مبلغ 200,000 جنيه لحساب احمد شديد قناوي. ردك على هذا الكلام يا احمد؟ طبعا بالنسبه للعقد اللي حضرتك بتتكلم عليه يا كابتن، يبدا صريان هذا العقد من 2010 2011 لحد 2012 2013. تمام ماشي يا كابتن. دلوقتي بيقول لك لا 2010 2011 2011 2012 2012 2013. هنبدا من الموسم الاول بس كابتن، خلينا في الموسم اللي موجود. تمام. يحق اللاعب الانتقال لاي نادي بعد نهايه الموسم الاول من نهايه العقد. تمام. اللي هو 2010 2011. الكلام العربي يا كابتن مش متناسق مع الرقم اللي تحت. طيب هسألك سؤال احمد، هسألك سؤال. انا عرفت ان انت اوريدي عقدك بينتهي مع الحاج سيد متولي الله يرحمه، يعني العقد 2010 2011 ده كان موجود في العقد القديم صح؟ يا كابتن خالد كل اللي بتقوله حضرتك ده تمام، الموضوع مش في مصر كامل، الموضوع في الناس اللي كتبوا الشرط الجزائي، الموضوع مش في مصر كامل. طب هسألك سؤال، لو انت بتقول في 2010 2011 انت ماضي على 2011 2012، انا شايف امضتك وجبتها على الشاشة، مضيت ليه؟ يا كابتن ماشي كل اللي بتقوله ده تمام، انا ماليش انت بتتكلم في الشرط الجزائي، المفروض بقى يتحط ايه يا كابتن؟ يحق اللاعب الانتقال للنادي بعد نهايه الموسم الثاني من هذا العقد. ما هو بيقول لك ان هو ودوا، يعني كانوا عاملين لك سنتين بعد 2010 2011 2011 2012 2012 2013، فهناك قالوا لهم لا، لازم لو عايزين تدخلوا 2010 في الموضوع، فعشان كده في الشروط الخاصه مضاك على 2011 2012 وانت مضيت تحتيها. انت في الشروط الخاصه ما غيرتش الشرط الخاص لما جبت العقد تاني. انت ما غيرتش الشرط، كنت لازم تغير الشرط الخاص. طب انت مش شايف هو ممكن يكون اخطأ في الحته دي؟ طب وانت برضه مش انت شايف ان انت اخطأت يا احمد ان انت مضيت على 2011 2012؟ انا يا كابتن ما اخطأتش في حاجه، انا بمضي على عقودي تماما، لكن انا بتكلم ان مكتوب انا بكتب ايه؟ انا لاقي ثغره في العقد يا كابتن، يحق اللاعب انتقال النادي بعد نهايه الموسم الاول من هذا العقد. يبقى الموضوع مش موضوع ان الرقم ان الناس تعترف بالعربي، يعني انا ممكن اجي ادي لحضرتك شيك اكتب عليه 150 جنيه ولا اكتب عليه 150 جنيه. ايوه يا احمد، بص اسمعني يا احمد، انت بتقول هم غلطوا ان هم كتبوا في العقد الاول 2010 2011. طب انت المفروض العقد اللي مكتوب كده بعد السنه الاولى هيكتب تحت 2010 2011 وانت تمضي عليه، لكن هو كتب 2011 2012 وانت مضيت عليه، انت وافقت ان انت تمضي عليه ليه ورغم ان انت عارف ان العقد الاول 2010 2011؟ يا كابتن خالد اسالك سؤال بس بعد اذنك. اتفضل. في لعيب بيمضي على جديد وما ياخدش جديد؟ في لعيب ايه؟ يمضي على فلوس جديد، على عقد جديد وما ياخدش فلوس؟ لا، ما هو لو عقد لسه السنه الجايه ممكن ينتظر للسنه الجايه وياخد فلوس. يا كابتن لا ما ينفعش، انا لازم اخد، انا ليا 200,000 جنيه اللي هي 16/1 ديت دي بتاعت تثبت المشاركه بتاعتي، وانا ماضي على ايصال بكده. طب هسألك معلش ما تزعلش مني يا احمد. لا انا مش زعلان والله. هقول لك حاجه واحده، نسبه المشاركه دي لا تحدد الا بعد نهايه الموسم. ازاي انا هعمل لك نسبه مشاركه في يناير والموسم لسه ما انتهاش؟ طب انا بقول لحضرتك في ايصال ممضي عليه. ايوه انت بتقول دلوقتي، انت بتقول نسبه مشاركه، ازاي انا بحدد لك نسبه مشاركه وانت الموسم ما انتهاش؟ الموسم بعد ما بينتهي بشوف احمد شديد قناوي لعب 27 اسبوع 26 اسبوع وعلى هذا الاساس بحط نسبه المشاركه. لغايه يا كابتن خالد بعد اذن حضرتك، انا عقدي المفروض اخد 700,000 جنيه لو انت بتتكلم على سنه جديده. ما اخدش 200,000 جنيه، اخد 200,000 جنيه ازاي؟ يعني طب احمد من الاخر انا بتعامل مع ضمير، بغض النظر في خطأ مفيش خطأ دي حاجة تعود ليك، هم شايفين انت اخطأت، انت شايف ان هم اخطأوا، انت كنت ماضي على سنتين وعارف ان السنة الثانية ولا عارف ان 2010 2011 لازم تدفع فلوس؟ لا انا عارف يا كابتن، انا عارف من من 5 شهور عارف ان انا بعد 2010 2011 ان انا الحق ان انا ادفع فلوس وامشي، بدليل ان انا كملت لاخر مباراه مع النادي المصري، وفي اخر مباراه انا متكلم مع الراجل اللي هو المساعد بتاع مستر كامل اللي هو الدكتور خالد، وقايل له انا مش موجود في النادي بدليل ان انا قضيت 3 سنين مع النادي المصري، يبقى انا اقول الكلام ده يا كابتن وانا مش عارف. طيب مش انت كنت ماضي اوريدي مع 3 سنين؟ كنت ماضي مع سيد متولي 3 سنين صح؟ بينتهوا ب 2010 2011.
تمام. انت عادك برضه يا كابتن طيب يعني معنى كده ان ال 2010 2011 دي موجوده اوريدي في العقد القديم؟ لا مش انت عملت عقد جديد يا كابتن. ما انا دلوقتي انا بكتب بالعقد، ليا ورقه قدامي تبدا صرنا العقد من 2010 2011 2012. على العموم يا كابتن برضه عشان نحل الحوارات ديت، يعني انا بس عايز اوصل جزئيه لجمهور بورسعيد مش اكتر. اتفضل يا احمد اتفضل. انا بالنسبه لي انا يا جماعه، انا مش هقول لكم ان انا مبسوط ان انا امشي بالطريقه ديت، او انا مبسوط ان انا اتعامل بالطريقه ديت. انا ماشي قانونيا، لكن انا بتمنى ان الموضوع، واعتقد ان الموضوع يا كابتن خالد يعني دي لحضرتك، الموضوع بيمشي بالتراضي حاليا. تمام. يعني موضوع. طب وانت انا سمعتك ان انت سعيد لعودتك لبيتك مره اخرى. انا سعيد ورغبتي العب للنادي الاهلي. انا قلت كده يا كابتن فعلا، ان انا النادي الاهلي بالنسبه لي يعني مش اذا كان هو زيه زي النادي المصري، بالنسبه لي النادي المصري اتعامل معايا، لكن النادي الاهلي يا كابتن لا تفاوض معايا ولا مضيت عقود ان انا ما ينفعش. بس انت قالوا ان انت كنت متواجد في النادي الاهلي جوه النادي الاهلي يا كابتن خالد. الكلام ده غلط؟ انا ليه؟ لا انا كنت موجود في النادي الاهلي، انا ليا اصحابي. طيب ما هو يعني ارتباط امضتك بوجودك في النادي الاهلي بيعطي الشبهات. ممكن تقول كده يا كابتن، لكن انا طبيعتي النادي الاهلي نادي كبير ومحترم، مش هيمضيني على حاجه لما اخلص نفسي. لكن انا بلعب في نادي كبير زي النادي المصري، مش هروح امضي على حاجه وانا عارف ان انا ممكن. طيب هسالك سؤال تاني يا احمد، ويعني ارجو ان انت تتحمل صراحتي. اتفضل يا كابتن. انت لما مشيت من النادي الاهلي، مانويل جوزيه في حديث تلفزيوني قال ان احمد شديد نناوي يعني لعيب كويس بس فنانة الاهلي كبيره عليه، وكان مانويل جوزيه رايه ان انت يعني لا تصلح ان تكون لاعبا في النادي الاهلي في الوقت اللي انت مشيت فيه. صح ولا انا غلطان؟ لا الكلام ده كله مظبوط. ولما طيب انت ما عندكش تخوف من عودتك مره اخرى للنادي الاهلي، وكان هناك راي مسبق من مانويل جوزيه ليس في مصلحتك؟ انت حضرتك سمعت المؤتمر الصحفي ده وما سمعتش المؤتمر الصحفي الاخير؟ تمام اتفضل. هو المؤتمر الصحفي الاخير الراجل قال لك احمد شديد نضج، واحمد شديد بقى في الصوره، واحمد شديد عليا بقى ان انا اروح اثبت له ان انا نضجت ازاي. يعني تمام. لكن انت ما عندكش اي تخوف من العوده من راي مسبق، على اساس ان انت مستواك تطور خلال الثلاث سنين دول واثبتت وجودك وقادر على العوده مره اخرى. وانا بقول لحضرتك يا كابتن خالد، لو ربنا اراد ووصلت للنادي الاهلي هتشوف لعيب يعني ان شاء الله قنبله في النادي الاهلي ان شاء الله. طيب بس لازم تعرف كويس يا احمد ان النادي المصري هو اللي طور مستواك، هو اللي خلاك نجم كبير، هو اللي خلى النادي الاهلي يفكر فيك بعد ما تركك. على كل القنوات يا كابتن انا بطلع بقول، وعلى حضرتك انا جماهير المصري اللي خلت النادي الاهلي يفكر فيا، انا ما قلتش اكتر من كده. انا بعترف طول عمري النادي المصري وقف جنبي بطريقه غير طبيعيه. وعايز اقول حاجه، الناس اللي بتحاول توقع بيني وبين مستر كامل، مستر كامل ماليش دعوه بالحاجات دي كلها خالص. مستر كامل الراجل بيحاول يتعامل للنادي المصري وبيحاول يراضي احمد شريف، واعتقد يا كابتن انا بقول لك اهو للمره الاخيره الموضوع بيمشي بتراضي، والموضوع هيمشي زي ما احمد شريف ان شاء الله كان عايزه في الاول ان شاء الله. طيب على العموم بغض النظر زي ما احمد شديد عايزه او كامل ابو علي، في النهايه العقد شريعه المتعاقدين، في عقد ما بينكم، انت اخطات هو اخطا، من سيثبت صحه يعني ما قالوا هو في النهايه اللي هيحدد. نطلع لاذان المغرب، فاصل اعلاني ونستقبل اللواء محمد عبد السلام، يمكن اتاخر